يسعد مساكم حبايبي واحلى مساء عليكم. والمخلوطة مالتي خلصت وزينتها بشوية معدنوس متروم، وما اقول لكم حامضة حلوة وطعم يخبل. طعم الخل ويا الطماطة والثوم ما اقول لكم يعني تاكلون اصابعكم وراها. هي تكون ناشفة بهالشكل وتنكال ويا الخبز طبعا وطرشي واللبن. وما اقول لكم يعني طبخة سهلة وبسيطة وللتعبانين مثلي للي مريضة ما بيج حيل. أحلى وصفة غدا أو عشاء سهلة وبسيطة، وما أقول لكم تجنن طعم لا يقاوم. حامضة حلوة تخبل. أتمنى ما تنسوني باللايك ودعم القناة حبايب قلبي. اللي يروح للأئمة وأهل البيت ما ينسى الحجية أم محمد بالدعاء. حقيقة محتاجة دعاءكم، ودعاء الأربعين مستجاب حبايب قلبي. الله يشافي كل مريض، احنا وياكم ان شاء الله. ما اشوفكم باي سوء وبكل واي اذية. ان شاء الله اسمع عنكم دائما اخبار حلوة، واشوفكم بصحة وعافية. وربي يحفظكم ويحفظ اولادكم ويرزقكم من حيث لا تعلمون. لا تنسوني بالدعاء حبايب قلبي، ولا تنسوني باللايك ودعم القناة. واحلى طبخة سووها وشوفوا الطعم والنكهة اللي بيها تجنن، وبدون لحوم. للي يحبون الأكل النباتي تجنن بنات. مخلوطة الباذنجان تقدرين تحطي لها بوتيتا أو بدون بوتيتا، يعني من مواد متوفرة بكل بيت. الطماطة، البصل، الثوم، الباذنجان طيبة وسهلة وبسيطة. وأقول لكم أحبكم كلش هواية حبايب قلبي. مع السلامة.